زاد البنزين ال 95 من 21 ل 24 جنيه للتر. امبارح كنت مجدول بس مباشر اطلع لايف معاكم من الساعة 10. النهارده كان امبارح على النهارده الساعة 10 بالليل، اتكلم فيه عن زيادة الأسعار وتأثيره على مصر وزيادة أسعار العربيات. ولكن اتفاجئنا النهارده الصبح إن في أسعار زادت في البنزين، كل أنواع البنزين والسولار. زاد البنزين ال 95 من 21 ل 24 جنيه للتر، و92 من 19 وربع ل 22 وربع، وبنزين 80 من 17 75 قرش ل 20 75 قرش، والسولار من 17 ونص ل 20 ونص. البوتاجاز من 225 ل 275 جنيه الاسطوانة اللي هي ال 12 كيلو ونص، وبوتاجاز من 450 ل 550 جنيه الاسطوانة ال 25 كيلو، وغاز تموين السيارات من 10 جنيه إلى 13 جنيه للمتر. دي الأسعار اللي زادت النهاردة الصبح في مصر. والنهاردة الساعة 10 إن شاء الله زي ما كنا، يعني أنا كنت طالع أتكلم عن زيادة الأسعار عموما في مصر، وإن التجار ما يستغلوش الوضع اللي احنا فيه، ولكن اتفاجئنا النهاردة بزيادة أسعار البنزين. هنتكلم عنها بتفاصيل كتيرة، وإن الدولة إزاي بتحوط نفسها في الميزانية العمومية، وتأثير الأحداث الجيوسياسية على البلد، والحرب في إيران، وتأثير مضيق هرمز والنفط اللي في الخليج على العالم كله، مش في مصر بس. النهاردة الساعة 10 إن شاء الله استنونا في لايف مع بعض، هنتكلم ونتناقش فيه عن زيادة الأسعار في مصر، عن أسعار البنزين ده كده بقى رقم واحد، والعربيات اللي بتزيد بأسعار جنونية، واستغلال التجار وتأثيره، وزيادة السلع وتأثيره على مصر وعلى الشعب المصري كله. سلام.